الأخبار الموجزة اليوم الثلاثاء. أكد المساعد السياسي لرئيس الوزراء المولوي عبد الكبير في اللقاء مع وزير التعليم العالي على تطوير قطاع التعليم العالي، وأضاف إنه يجب تنفيذ نظام التدريس في الجامعات، أن يتدرب الطلاب مع حصول العلم على الروح الإسلامي والوطني. قال رئيس دائرة شؤون الشيخ نور الحق أنور في اللقاء مع ممثل التجار: حل المشاكل الاقتصادية للبلاد من أولويات الإمارة الإسلامية، واتخذت في هذا الصدد خطوات عملية لحل مشاكل التجار. قامت عائلة المقتول بعفو القاتل في منطقة شهر صفا في مقاطعة زابل. يقول أهالي مقاطعة بغلان إنهم يتوجهون الآن إلى أماكن الترفيه دون قلق بسبب الأمن الكامل. يقول الحجاج العائدون من المملكة العربية السعودية إن الإمارة الإسلامية وفقت لهم مرافق كاملة وأفضل مقارنة بالسنوات الأخرى. تم اليوم افتتاح مصنع فقيري للذوب الحديد في العاصمة كابول. تم بناؤه باستثمار حوالي 10 ملايين دولار، وتم توظيف 700 شخص بشكل مباشر وآلاف الأشخاص بشكل غير مباشر. يقول المسؤولون المحليون في مقاطعة باميان: زارت 70,000 أسرة من الداخل و500 سائح أجنبي المناطق التاريخية والطبيعية في سد أمير هذا العام بسبب الأمن والمناخ المناسب.